تتفاجئش لما تلاقي مهندس اصغر منك مرتبه اعلى، ومش بس كده كمان ممكن يبقى مديرك. هقولك في الفيديو ده 5 اسباب ليه ده ممكن يحصل معاك، وايه كمان الحل. اللي بيخلي مهندس متميز عن مهندس تاني مش عدد سن خبرته، لكن اكتسب ايه فيها. من اقوى 5 اسباب تخلي غيرك ممكن يترقى اسرع منك: اولا قدرته انه يشوف الصوره الكبيره للمشروع، يعني شايف وفاهم كل نطاق المشروع، مدني ومعماري والكتروميكانيكال. السبب الثاني انه يكون عارف ينسق ما بين الاقسام المختلفه وفاهم العلاقه ما بين شغله وباقي الاعمال، وده بيقلل الاخطاء بسبب فهم احتياجات الاقسام المختلفه، بيبقى عارف يعمل شغله بشكل صحيح. السبب الثالث انه عارف يحضر اي اجتماع ويفهم ابعاده ويجمع الخيوط كلها مع بعض لكل الاعمال. السبب الرابع عارف يحدد اولويات المشروع واحتياجاته لتجنب غرامات التاخير والاعطال واعاده الاعمال مره اخرى. السبب الخامس وده اهم نقطه انه سرعه تعلمه واكتسابه للخبره تكون اكبر بكتير من اي حد تاني وعلى مستوى كل الاعمال، مدني ومعماري والكتروميكانيكال. يعني بيكون عامل زي الوضار، اي حاجه بتظهر قدامه بيرصدها وبيفهمها ويحللها ويتعلم منها. لو لسه مستغرب ازاي ده ممكن يحصل، تعال اقول لك حل. جربوا معانا مئات المهندسين، وصلهم اللي اتكلمنا عنه واكتر وغير حياتهم 180 درجه. هو دبلومه الالكتروميكانيكال للمهندس المدني ومعماري اللي بنقدمها في ليرنينج. لو مهتم تستثمر في نفسك وتبني قصه نجاح جديده، تواصل معنا دلوقتي وهنجاوبك على كل استفساراتك.